أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمشى في طرق المدينة، فوجد يهودي قد أصبغ وجهه بالسواد وأركب الحمار عزكم الله من مقلوب، وكذلك يهودية نفس الوضع، ويطوفون بهما في أراضي اليهود. فأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر يهود، لماذا تفعلون هكذا؟ قالوا: يا رسول الله، قد كثر فينا الزنا. قال: لماذا تفعلون هكذا؟ قالوا: يا رسول الله، قد زنيا قد زنيا. قال: هكذا تجدون عندكم في التوراة؟ انتبهوا. قالوا: نعم. قالوا: ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، وكان عبد الله بن سلام مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرسول: اقرأ، فقرأ. فعندما أتى إلى نص الرجم، هذا القارئ اليهودي وضع يده على النص، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، وإذ بالنص يقول في التوراة، يقول الله عز وجل في التوراة: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فقال رسول الله: سبحان الله، كيف تركتم أمر الله؟ كيف تركتم الرجم وعاقبتم بالتحميم؟ يسمونه التحميم، هذا الصبغ بالسواد. فقالوا: يا رسول الله، اسمع المبرر، لأن كل كافر عنده مبرر، كل كافر عنده تأويل فاسد. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تأويل فاسد. كل واحد عنده فلسفة، خلقتني من نار وخلقته من طين، إبليس. كل واحد عنده فلسفة في الكفر. قالوا: يا رسول الله، كثر فينا الزنا، فكنا نقيمه على الوضيع ولا نقيمه على الشريف. فقاموا الضعفاء